معركة أنوال هي إحدى أهم المعارك الفاصلة في تاريخ المقاومة المغربية ضد الاستعمار الإسباني، ووقعت في 22 من يوليو 1921 ميلادية في منطقة أنوال بشمال شرق المغرب. تعرف هذه المعركة في إسبانيا بكارثة أنوال ديزاستر دي أنوال نظراً للخسائر الفادحة التي تكبدها الجيش الإسباني فيها. خلفية وأسباب المعركة: الوجود الاستعماري الإسباني. في مطلع القرن العشرين قامت القوى الاستعمارية بتقسيم مناطق النفوذ في إفريقيا، واستهدفت إسبانيا شمال المغرب وجنوبه بعد مؤتمر الجزيرة الخضراء عام 1906. المقاومة الريفية: واجه التغلغل الإسباني في منطقة الريف الشرقي مقاومة شرسة من قبل القبائل الأمازيغية التي كانت ترغب في الحفاظ على استقلالها. طموحات الجنرال سيلفستر: كان الجنرال الإسباني مانويل سيلفستر يهدف إلى فرض السيطرة الكاملة على المنطقة، وتقدم بقواته نحو أنوال معتقداً أنه سيحقق انتصاراً سريعاً. قيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي: برز محمد بن عبد الكريم الخطابي كقائد للمقاومة الريفية، وقام بتنظيم القبائل وتدريبها على حرب العصابات، مستفيداً من طبيعة المنطقة الجبلية الوعرة. أحداث المعركة: بدأت المعركة بهجوم مباغت ومركز من قبل قوات محمد بن عبد الكريم الخطابي على القوات الإسبانية بقيادة الجنرال سيلفستر المتمركزة في أنوال. استدرج الخطابي القوات الإسبانية إلى مناطق جبلية صعبة، حيث استخدم تكتيكات حرب العصابات ببراعة. تمكن المقاومون من إلحاق هزيمة ساحقة بالإسبان، الذين فوجئوا بالهجوم المنظم والمكثف. نتائج المعركة: كانت معركة أنوال بمثابة كارثة حقيقية للجيش الإسباني، حيث خسائر فادحة. تشير التقديرات إلى أن الجيش الإسباني فقد ما بين 15,000 إلى 19,000 جندي بين قتيل وجريح، بما في ذلك الجنرال سيلفستر نفسه. تدمير المواقع الإسبانية: بعد المعركة تقدم الريفيون شرقاً وقاموا بتدمير أكثر من 130 موقعاً إسبانياً، مما أدى إلى فقدان إسبانيا لجميع الأراضي التي احتلتها في المنطقة منذ عام 1909. تداعيات سياسية في إسبانيا: أدت الهزيمة إلى صدمة كبيرة في إسبانيا، مما أثر على المشهد السياسي الداخلي. استقالت الحكومة الإسبانية في أغسطس 1921، وحدث انقسام واهتزاز حكومي. وكانت هذه الهزيمة أحد العوامل التي أدت إلى الانقلاب العسكري عام 1923 في إسبانيا. إلهام للحركات التحررية: أصبحت معركة أنوال رمزاً للمقاومة والشجاعة في تاريخ المغرب،